اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم فيديو جديد، هنعمل الطبيخ الفول والرز، الاكل اللي احنا اتربينا عليه. بصوا، اول حاجه هنبدا ايه بالفراخ، هنغسلها. انا معايا الفراخ، انا كنت غسلها غسله حلوه وحطيت عليها ملح وعليها ليمون، عصرت عليها ليمونتين كده كبار، وحطيت عليها معلقتين كبار من الدقيق، ونبدأ كده ندعكها كده ونغسلها حلو. ونطلع اي حاجة كده تحت الجلد بتاعها كده ننضفوها بالشكل ديته. هنوريكي بص شكلها من تحت، نطفي الحاجات اللي تحت الجلد ده. هندعكها دعكة حلوة، وبعد كده ايه نخلي بس المية تغطيها كده. هنسيبها كده ساعة، يعني على بال ما نعملها كده اكون نضفت الخضار اللي انا جايباه. انا جايبه هنا بامية وهنعملها براني، وجايبه ملوخية، هنقرطف الملوخية وهنجمع البامية من ما يكون هي الفراخ اتنقعت في المية. خلصت انا الملوخية والبامية. بعد كده ايه هنوريكم الفراخ هاني بعد ما اتغسلت. ده شكل الفراخ بعد ما اتغسلت. ومعايا هنا بصلة مقطعاها، ومعايا فصين من التوم. اول حاجة هنحط على النار حلة كده وفيها معلقة سمنة، وهنحط فيها 3 فصوص من المستكة. هنسيحهم الاول كده في السمنة. شوف المستكة كده ساحت معانا في السمنة. هننزل بالبصل، والبصلة مقطعة، وفصين توم. هنبدأ كده نقلبهم، وهننزل بالملح ورشة من الفلفل الأسود، وهنقلبهم كده تقليبة على النار. وعلى طول بعد كده هروح نازلة ايه بالفراخ. هننزل كده بالقطع الفراخ. الطريقة دي هتخلي طعم الفراخ حلوة وريحتها حلوة، وتعمل معنا شوربة جميلة. انا سبتهم شوية كده على بال ما نزلوا المية بتاعتهم، وتحطيهم على الجنب اللي هو من الناحية التانية اللي هي العضماية دي، وتسيبيهم حبة كتار كده، وبعد كده تبدأي تقلبيهم بالشكل ده، وتقعدي تقلبي فيهم شوية. لما تجيبي الناحية اللي هي من ناحية الجلد، حاولي تحركي في الفراخ كل شوية كده عشان ما تلزقش في الحلة. هنحط كده، انا كنت حاطه الاول فلفل اسود قليل، هنحط دلقيه رشه تاني، وهنحط نص معلقه صغيره من الجنزبيل، ومعايا ورق من اللورة. هنبدأ كده ايه نقلبهم مع الفراخ. شوفي بعد الفراخ كده ما يبقاش فيه اي مية كده، والمية بتاعتها اللي كانت منزلها اتبخرت بالشكل ده. هننزل كده بواحدة من الطماطم، ونبدأ كده ننزل بالمية، مية عادية يعني مش مسخناها، مية عادي من الحنفية. وبعد كده هنحط الملح، وهنحط رشة من الشطة كده. خلاص كده الفراخ خلصت معانا. هنغطوها كده ونسيبها لحد ما تستوي. اول حاجة هنبدأ كده نعمل الطبيخ البراني. حطيت هنا سمنة، ومعايا كده بصلتين كده متوسطين انا كنت مقطعاهم، ومعايا قرن فلفل حار مقطعة، نزلت بيهم كده على السمنة. هننزل طبعا بالملح، وهنحط رشة من الفلفل الأسود.
هنبدأ كده نقلبه في البصلة لحد ما تدبل معانا، وعايزينها تاخد لون. انا هنحب الطبيخ البراني نعملها يعني البصلة تكون محمرة البصلة، ما نحبش نعملها ني في ني. انا حطيت شوية سمنة عشان السمنة كانت قليلة. ومعايا فصين كده من الثوم مهروسين نزلت بيهم. اول ما تبدأ البصلة تسفر يعني تحطيهم. شوف البصلة خدت اللون الاصفر ده، يعني بدأت تحمر معانا. هننزل مع معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ورشة من الفلفل الأسود. أنا كنت ضاربة عصير طماطم هننزل بيه، يعني كده يطلع كده نص كيلو من الطماطم. وأنا هنعمل نص كيلو من البراني، من البامية يعني هنعملها براني نص كيلو. دي شكل الطماطم، احنا سيبناها تتسبك. بعد ما اتسبكت هننزل كده، انا كنت مجمعة البراني هننزل بيه بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ نضيف الشوربة. خلاص كده، واحنا كده خلصنا الطبيخ البران. هنغطيها تستوي، هنخش على الرز. معايا شوية زيت كنت حطاهم في الحلة، ونزلت عليهم بمعلقة من السمنة البلدي. ومعايا هنا الشعرية، هننزل كده بالشعرية ونحمرها. بس يعني مش هنحمرها، هنحط مع قبل ما نحمرها هنحط معاها شوية من الرز. ما نحبش نحمر الشعرية وحدها كده، لازم نحط معاها شوية من الرز. هيبقى طعم الرز أحلى. هنبدأ كده نقلب لحد ما الشعرية تاخد معانا لون. خلاص كده الشعرية احمرت معانا، هننزل باقي كمية الرز. وابدأي كده قلبي في الرز على النار، خليه كده يفلفل معاكي لما تنزلي بالشوربة. خلاص كده هنحط الملح، تقليبة كده. وبعد كده ايه هروح نازلة بالشوربة عليه. بوريكم بس الاول هنا شكله. نحط كده الشوربة، انا زودت هنا الشوربة. وعلى نار عالية هنغطيه كده ونسيبه ياخد غلوة، وبعد كده نوطي النار ونسيبه ايه يستوي على نار هادية. انا معايا هنا الملوخية، هنحط الملوخية الاول عشان يعني تطلع معاكي مظبوطة، ما تبقاش طرية ولا تخينة. عشان لو طريت منك تسقط منك، فاحسن طريقة ان انت تحطيها كده في الحلة وتبدأي تضيفي عليها الشوربة واحدة واحدة لحد ما ايه تظبطيها. انا لسه بحط الشوربة تاني عشان لسه عايزة شوربة. كده تمام، كده مظبوطة. انا هنا هنحط مكعب من الماجي. ومعايا هنا فصين توم مهروسين. انا ورشة من الكربونات صغننة خالص، يعني ما تكتريش الكربونات. انا دقة توم عشان هنطش بيه، فهنبقى محضراه. فانا خدت منه ايه قد فصين توم كده حطيتهم نيين. ما تكتريش يعني ما تخليش الملوخية تغلي كتير على النار، هما غلوتين وترفعيها من على النار. هنا انا هطش للملوخية. معايا معلقة من السمنة، ومعايا توم نزلت بيه وحمر معايا. وبعد كده رحت نازلة بالملوخية عليه كده، ورحت راجعة بيهم تاني ايه على حلة الملوخية. لو عايزة تحطي على التوم كزبرة ناشفة حطي، انا بحب اعملها على كده من غير كزبرة ناشفة. ونطفي عليها على طول كده، ما تسيبهاش تغلي على النار كتير. انا هرفعها من على النار. خلاص كده تمام.
انا بعد ما خلصت الرز والملوخية والبراني والفراخ كانت استوت معانا، خلاص انا كده هنحمر الفراخ، هنحط عليها بس رشة ملح، هنحط عليها من الصلصة بتاعت الطبيخ دي، وهنحمرها في طاسة على النار، هحط سمنة كده واحمر فيها الفراخ. خلاص انا كده هغرف الاكل. انا هنا غرفت الرز والطبيخ والبراني والسلطة، حطيت العيش ودي الفراخ انا كنت حمرتها زي ما قلت لكم. ومعايا ايه الملوخية، فاضلة معايا الملوخية. انا كده بوسع بس مكان عشان احط الملوخية. ودي الملوخية، شكل الملوخية جميلة. وادي الاكل كله بعد ما خلص. ما شاء الله يفتح النفس، وشكله جميل، وكل حاجة طالعة حلوة. انا بس بغير، بحط طبق الرز هنا وطبق الفراخ هنا، دي السلطة ودي الفراخ وده الرز ودي الطبيخ البراني. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.